السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد فتحي من سايبراني. ان شاء الله هنتكلم في الكورس ده عن موبايل ابلكيشن سكيورتي. الكورس ده هيكون نوعا ما ادفانسد، والكورس ده موجه لاكتر من شخص. موجه للموبايل ابلكيشن تيسترز او الناس اللي مهتميه بالابلكيشن تيسترز، بالابلكيشن تيستنج للاندرويد ابلكيشنز والاي او اس ابلكيشنز ان شاء الله في المستقبل. وموجه للناس السوفت وير انجينيرز اللي بيعملوا موبايل ابلكيشنز او الموبايل ديفلوبرز، عشان يبقوا فاهمين احنا بنبص ازاي للابلكيشنز بتاعت الاندرويد وايه الحاجات اللي بنهتم بيها عشان نخليها سكيورد. وموجه بشكل عام لاي حد بيستخدم ديفايس اندرويد. ليه؟ لان هو هيبقى اوفر اول، هنتكلم فيه ان ديبس جدا 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 عن كل حاجه بتحصل جوه الاندرويد. من اندرويد ايه هو الاوبريتنج سيستم، والاندرويد اوبريتنج سيستم شغال ازاي، وكل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها لو انت ما عندكش خبره خالص في الاندرويد اوبريتنج سيستم بشكل عام. الكورس ده هيساعدك ان شاء الله. في الكورس ده هنتكلم فيه في كذا نقطه، وخلينا نذكرهم. ايه هو الاندرويد او اس، وايه ازاي نعمل اندرويد اوبريتنج سيستم بنفسنا، والاندرويد سكيورتي، والجزء بتاع الاندرويد ابلكيشن تيستنج او اللي هو التستنج بتاع الابلكيشنز. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبدا بقى بطريقه صحيحه، او خلينا نتكلم بشكل عام عن الاندرويد. اكيد اغلبنا كتير جدا عارف اندرويد اوبريتنج سيستم، او استخدمه او معاه موبايل اندرويد او استخدم ايميليتور او محاكي للاندرويد. فخلينا نقول ان اندرويد هو مبني على نواة لينكس بيستخدمه اكتر من 3.9 بليون يوزر على مستوى العالم. موجود في اجهزه كتير جدا 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 زي الاي او تي ديفايسز وزي السمارت ووتشز او الساعات الذكيه. في العربيات هتلاقي في عربيات شغاله باندرويد كار بلاي، او العربيه اصلا شغاله باندرويد. في موبايلات، في سمارت تيفيز، او في اجهزه، في تلفزيونات حديثه. اندرويد موجود في حاجات كتير جدا في حياتنا اليوميه. لو جيت بصيت عشان تبقى عارف، في اجهزه اندرويد كتير جدا حواليك بتستخدمها، بس هي ممكن تكون انت مش عارف ان هي اندرويد. بس طبعا لو بصيت كتير جدا على الويب سايت بتاعت الشركات هتلاقي في شركات كتير جدا بتاخد اندرويد، بما انه اندرويد يعني كاندرويد كاوبريتنج سيستم هو مفتوح المصدر. ممكن تستخدمه. وفي اغلب الشركات هتلاقوا شركات كتير جدا بتعمل بتستخدم اندرويد ان هي تعمل بيه مشاريع كبيره. خليني اوريكم حاجه بسيطه جدا. لو دخلنا على جيت هاب هتلاقوا في عندك حاجه اسمها اندرويد اوبن سورس بروجكت. ولو دخلت هنا كده على السورس اندرويد هتلاقي ده البروجكت كامل بتاع اندرويد. طبعا احنا اخر فيرجن اندرويد 15، هي دي الاصدار الجديد اللي هينزل. هو بيشرح لك الاندرويد كاندرويد، الاندرويد اوبن سورس بروجكت او الاي او اس بي. ده بيبقى الاندرويد الخام بتاعنا، الاندرويد اللي هو الشركه بتنزله وما فيهوش اي تعديل خالص. بالمناسبه لو انتوا عشان تبقوا عارفين، اندرويد بينزل من جوجل ما بيبقاش فيه اي نوع من انواع التعديل. جوجل الشركات بتاخد الاندرويد وتحط عليه الابلكيشنز بتاعتها والتعديلات بتاعتها واليوزر انترفيس بتاعتها عشان تطلع نسخه اندرويد خاصه بالشركه بتاعتها. طيب، هو بيشرح لك الاركتكتشر، الاندرويد ديفلوبمنت، كل الحاجات اللي في الاندرويد. وطبعا انت ممكن تخش مثلا تدور على الاندرويد كود سيرش ده عشان تقدر تقرا كل الكلاسز بتاعت الاندرويد. طبعا متاح لك ان انت تقرا كل حاجه خاصه بالاندرويد زي الهاردوير والفيرموير والكيرنل والباكجز والاس دي كيز والحاجات دي كلها. كل الكلام ده هنتطرق له قدام يعني. بس طبعا انت ممكن تقرا كل الكلام ده وتعرف كل حاجه شغاله في الاندرويد ازاي. بما انه نظام تشغيل مفتوح المصدر فطبيعي جدا ان انت تبقى عارف كل حاجه عن الاندرويد شغاله ازاي. طيب، خلينا نقول ان الاندرويد بيشتغل على بلاتفورمز كتير جدا. يعني لو جينا هنا كده مثلا قفلنا ده هتلاقوا زي ما قلنا الاندرويد ممكن تشغله على اي حاجه تانية، سمارت ووتش ممكن تشغله على التلفزيون، على اي حاجه. في الاندرويد في بروسيسورز كتير جدا يعني هتلاقي الناس بتستخدمها الاندرويد. في موبايلات كتير جدا بتنزل من شركات هتلاقوا اندرويد بدعمها، زي مثلا زي الارم 64 والارم. طيب، تقول لي طيب ايه الفرق بين الارم 64 والارم العادي وليه الناس ابتدت تستخدم الكلام ده والحاجات دي كلها؟ هقول لك بشكل بسيط جدا ان في الموبايلات القديمه اللي كانت بتستخدم، هو مش قديمه عشان بس نقول، يعني في موبايلات بتستخدم كوالكوم مثلا بروسيسورز او ميديا تك او اكزوتكس بتاعت سامسونج. دي كانت بتستخدم المعماريه بتاعت ارم. تمام. طيب، في موبايلات اللي هي من بعد 2018 اللي بقت برضو بتستخدم نفس البروسيسورز اللي هي كوالكوم وميديا تك واكزوتكس 64 بت.
بقت بتحتاج ان هي تشغل ابلكيشنز بحجم كبير جدا، فطبيعي جدا ان هم يتجهوا ان هم يطلعوا انواع جديده من البروسيسورز تستحمل الابلكيشنز مثلا زي بتاعه خلينا نقول اللي فيها اي اي، اللي فيها ماشين ليرنينج، اللي فيها حاجات ادفانسد كتيره جدا. البروسيسورز الارم العاديه ما كانتش تقدر تسبورتها بشكل كبير. آه، طبعا بالمناسبه الحاجات دي بما انها يعني فيها موديولز اي اي، او بتستخدم اي اي موديولز بشكل عام، او بتدي اداء اعلى، برضو ابتدوا يحسنوا فيها استخدام البطاريه والطاقه في الابلكيشن كله. يعني مثلا في بروسيسورز ظهرت، يعني وخلينا نجيب كده مثلا البراوزر عندنا، هتيجوا تبصوا على مثلا، تعالى كده هنا، بروسيسور مثلا زي سناب دراجون مثلا 865، سناب دراجون 800، خلينا 865. لو جيت تبص على البروسيسور ده من البروسيسورز الكبيره جدا القويه جدا يعني الناس بتستخدمها في موبايلات كتير جدا اندرويد. لو جيتوا بصيتوا مثلا هتلاقوا في موبايلات كتير جدا زي شاومي، بوكو فون، سوني اكسبيريا 5، مش عارف ايه، سامسونج اس 20، كل الحاجات دي هتلاقوها البروسيسور ده بيستخدمها. البروسيسور ده مثلا لو جيت قارنته بالبروسيسورز القديمه هتلاقي لا، ما يقدروش يسبورتوا الحاجات دي. في العاب نفسها بقى فيها 3 دي مثلا، زي مثلا جنش امباكت مثلا. انا عارف ان هي مش حاجه يوجوال يعني الناس بتتكلم عن الحاجات دي، بس اللعبه دي مثلا في الاندرويد بتكونسيوم داتا كبيره جدا، بتكونسيوم فيها 3 دي موديولز كبيره جدا. حاجه مثلا زي خلينا نقول ليج اوف ليجندز مثلا. الالعاب دي كلها بقت بتحتاج بروسيسور اقوى عشان تقدر تسبورت الجيمز دي بقوه كبيره. مثلا حاجات بتاعت بروسيسورز مثلا بتاعت خلينا نقول بتاعت اكزوتكس بتاعت سامسونج، اللي سامسونج بتعتمد عليها، اكزوتكس 2100 و2200 والحاجات دي كلها بقى فيها اوجمانتد رياليتي، وفيها اي اي، وفيها حاجات كتير جدا بقت محتاجه بروسيسورز قويه جدا تستخدمها. طيب هتيجي تقول لي طب ما في بروسيسورين تانيين دولت، الاكس 64 سوري، والاكس 83، ليه موجودين؟ طيب هقول لك على حاجه. زي ما احنا في الطبيعي جدا بنيجي نستخدم بروسيسورز كبيره، ممكن تشغل اندرويد على ويندوز مثلا عندك، او على ايميليتور او اي حاجه في الاندرويد، وده على عكس الاي او اس. ودي حاجه كويسه جدا شويه في التستنج بتاعنا. بالمناسبه الاي او اس ليه ايميليتور او ليه محاكي جوه اكس كود، واندرويد ليه محاكي اللي هو اندرويد سيميليتور. كل ده موجود ده لوحده، بس الاندرويد فيه سيميليتورز كتير جدا. يعني لو جينا بصينا مثلا، خلينا نجيب حاجه زي نفتح براوزر تاني برضو، نفتح مثلا حاجه زي هنا كده، هتلاقي مثلا عندك ايميليتورز او محاكيات ممكن تشغل اندرويد على الجهاز بتاعك. جيني موشن مثلا اول مثال نقدر نقول عليه، ده اندرويد ايميليتور كويس جدا، ممكن تستخدمه على تشغل بيه اندرويد عادي جدا. تمام. وبيديك اوبشنز كتير جدا ممكن تستخدمها في، زي عندك زي ال دي بلاير مثلا، او نوكس بلاير. كل الكلام ده ايميليتورز الاندرويد. حلو كده. وبتوفر لك ان انت ممكن تستخدم اندرويد على حسب الفيرجنز اللي انت عايزها. يعني انت لو عايز فيرجن معينه مثلا جيني موشن، انت ممكن تختار هنا من البرودكت، تلاقي عندك جيني موشن ديسكتوب. وهتلاقي في جيني موشن ديسكتوب في حاجه حلوه جدا، ان انت ممكن تختار من اول اندرويد 5.1 لغايه في اخر نسخه اندرويد زي ما انت عايز. تقدر تتحكم في الجي بي اس والكاميرا والسنسورز والحاجات دي كلها. كل الحاجات دي حلوه جدا. هم عندهم اصلا كلاود، يعني هم في الاخر مؤخرا ابتدوا يعملوا سيميوليشن للفينجر برينت اللي هي الصوابع بتاعه الجهاز بتاعك عشان تقدر تسيت اب الموبايل. وبرضه عشان تبقوا عارفين، هم في الاول وفي الاخر هم بيستخدموا اندرويد اوبن سورس بروجكت عشان يبتدوا يشتغلوا بيه. يعني كل الحاجات دي في شويه حاجات منها معدله وفي حاجات منها اصليه، او الاندرويد اللي هو زي ما بنقول عليه الخام. طيب فده مثلا خلينا نقول ان ده الفرق بين الايه بالارم 64 والارم العادي، او الارم بشكل عام. في عندنا بقى الاكس 86 اللي احنا اتكلمنا فيه، الاكس 86، وفي الاكس 64. طيب الاكس 64 دي معماريه عشان تشغل بيها الابلكيشنز ال 32 ولا 64، وتقدر تشغل وبتشتغل لايميليتورز كبيره جدا مثلا زي جيني موشن وبلو ستاك 64 بت والحاجات دي كلها. طيب
في برضو عندك بلو ستاك برضو بيشتغل على الاكس 86 عادي جدا، بس الفكره كلها ان هو بيدعم الابلكيشنز ال 32 بت بس. وده بيستخدم، يعني خلينا نقول ان الاكس 86 بيستخدم بطاريه كبيره جدا او بيستخدم ريسورسز كبيره جدا من الكمبيوتر بتاعك وهو بيشغل الايميليتور بتاعك. الكلام ده ممكن تكون مش محتاج تعرفه عشان تبقى عارف. بس خلينا نقول ان بشكل عام ان انت بتبقى فاهم ان ليه الايميليتورز بتشتغل بكده وليه الموبايلز بتشتغل بكده. ولو جبت مثلا موبايل اندرويد هتلاقي مثلا الموبايل ده ليه فئه بروسيسورز معينه، وطبعا هنتكلم فيها قدام يعني. ان انت ممكن تبقى عارف مثلا في كوماند مثلا في الاي دي بي اللي هنتكلم فيه، لو قلت له مثلا عايز اعرف في السي بي يو اي بي اي، هيجي يقول لك ان المعماريه بتاعت البروسيسور بتاعتك مثلا ارم 64 او ارم 32 او اكس 64. ده لو كان مثلا خلينا نقول ان هو بي سي مثلا او ايميليتور بشكل عام. فالكلام ده كله انت ممكن تكون عارف استخدامه. طبعا بيبقى فيه مقارنات كبيره جدا على الانترنت، الناس بتبقى كاتباها على ويب سايتس بتعمل بنش مارك للاندرويد او للبروسيسور بتاع الاندرويد. يعني انت لو بتيجي تشتري موبايل في الطبيعي مثلا في ويب سايتس زي خلينا نجيب البنش مارك مثلا. تعالى نكتب كده بنش مارك. طبعا الحاجات دي شويه يعني تقنيه جدا، بس يعني في ناس بتهتم بيها، انا شخصيا بهتم بيها. يعني لما بتيجي تجيب موبايل مثلا ممكن تقرا ان الموبايل ده موجود، الموبايل ده بيستخدم بروسيسور عامله ازاي. بيقول لك ان البروسيسور ده فيه 8 كور و8 ثريدز والحاجات دي كلها، ويقدر يشغل العاب عامله ازاي، ويجي قدام بروسيسورز عامله ازاي شغال بقوه يعني عامله ازاي. فمثلا هتلاقي في عندك بروسيسورز، لو جيت بصيت مثلا الاي 13 بايونيك مثلا بتاع ابل، هتلاقي في عندك الاي 15 بايونيك مثلا. في بروسيسورز للموبايل قويه جدا دلوقتي. فبيجي يقول لك بس الشرح بينهم وبين بعض ان الناس بتبقى عامله ازاي وفي الاستخدام، والبروسيسور ده ممكن يلاقي استخدامك. وفي جيمز اصلا، في ناس بتعمل ريفيوز لجيمز، بيجي يقول لك ان انا لما لعبت الجيم دي على بروسيسور اكس مثلا على اكزوتكس مثلا 2100، غير لما لعبتها مثلا على مثلا على بروسيسور اكس مثلا مثلا اي بروسيسور تاني مثلا سناب دراجون 865. فبيجي يقول لك بس ده عامل ازاي وده عامل ازاي وده بيسبورت ايه وده بيسبورت ايه. طيب هل الكلام ده مفيد في التستنج؟ شويه ممكن هنعرف قدام ان شاء الله ان في حاجات كتير جدا في التستنج احنا هنحتاج نعرفها خاصه بالموضوع ده. في الفيديو الجاي هنتكلم في ايه اللي بيحصل في الاندرويد من اول ما نبتدي نشغله لغايه لما الاوبريتنج سيستم يقوم. ودي تكنيكال سيشن واضحه جدا وكبيره جدا ان شاء الله هنتكلم فيها ان شاء الله في الفيديو الجاي. شكرا لكم.